السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى يومين كده، من يومين القطة هي نزلت خالص، صدق من قال عليها مجنونة يعني. فالحقي بقى انزلي خديلك كده شروة حلوة من الطماطم واعملي الصلصة وشيليها عندك في التلاجة. انت عارفة الطماطم ما بين يوم والتاني بتلاقيها غالية. النهاردة كانت التلاتة ب10 جنيه، انا ما صدقتش بصراحة، فنزلت جبت كمية كده وان شاء الله هعملها وهشيلها بقى في الفريزر عشان الايام اللي فيها القطع عاقلة قوي بقى تلاقيني محضرة لها يعني. انا جبت كام كيلو كده، ان شاء الله هغسلها غسل حلو قوي. وطبعا جبت معاها حاجة تانية عشان تحمر لونها، ان هي لونها مش احمر قوي، فلازم تحط لها الحاجة التانية دي علشان خاطر تحمر لها اللون كده وتبقى غامقة، بحيث ان انتي تاخدي مثلا نص كيس الكمية حاطة مثلا كيس، بتاخدي نصها على 3 4 وحدات من الطماطم ايام ما بتكون غالية وبتقضي معاكي الغرض. تمام. انا بقى هغسلها ان شاء الله غسلة حلوة اوي كده بالواحدة يعني، هغسلها كده بالواحدة زي ما احنا شايفين كده. هغسلها حلوة اوي كده وهنشوف هنعمل ايه فيها. هي بتبقى كاملة على كذا مرحلة يعني، مش انك بتغسليها وبعد كده بتقطعيها وبتحطيها وما تغلي بتشيلي ايه من على الوش ونشوف هنعمل ايه يعني. مش بتحطيها كده وخلاص يعني، هي كان حوالي 4 5 مراحل عشان تطلعي بنتيجة حلوة. طبعا انا غسلت القوطة وفتحتها من جوه، خلي بالكم بقى وانتوا بتفتحوها تفتشوا فيها وتقطعوها من فوق كده ومن تحت. تمام. وتفتشوا بقى فيها من جوه كده لو فيها حاجة مستخبية. تمام. بصوا كل ده هيبقى احمر ما تقلقيش، بس هي معمرة والله وحلوة يعني من جوه. ماشي. بصي افتحيها كده من جوه، حطها بقى في الحلة. عايزة تقطعيها اقل من كده اصغر من كده قطعيها، انت حرة خالص. على الاقل لو قطعتيها اكتر اقل من كده هتبصي تلاقيها مش هتاخد وقت في انها تستوي، بس انا متحولة على التقطيع دي. طب اغسل بقى البنجر هو اللي بيديها اللون الاحمر بتاعها الحلو دوت. تمام. هغسل البنجر واحطه كده معاه وهو بيغلي وهو بيتسلق ويستوي. تمام. نحط بقى معاه البنجر كده بسم الله. بس ما شاء الله البنجرايه البلدي الحلوه اللي مش فاتحه من جوه كده. بصوا هو ده بقى اللي بيدي الصلصة اللون الأحمر الحلو. طبعا ولا بيبقى ليه طعم ولا لون ولا ريحة، هو بناخد اللون بس منه، ما تقلقيش ما بيبقاش فيه طعم ولا أي حاجة، بناخد بس اللون الأحمر بتاعه. ونكمل بقى بقية الحلة بسم الله. كده القوطة يعتبر اتهرت خالص زي ما احنا شايفين اهو. هي نزلت المية بتاعتها، انا ما حطيتلهاش مية خالص. هقفل عليها تبرد بقى.
بردت شوية يعني دافية، لسه دافية يعني. تمام. انا بقى هضربها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما حطيتلهاش ميه ابدا، دي الميه دي اللي هي نزلت من القوطه نفسها. ماشي، مش هخليها تتشرب قوي يعني عشان اقدر اضربها في الخلاط. بسم الله. طبعا هضربها وهصفيها وابتدي بقى ايه اسبكها من اول وجديد. لازم تبقى يعني ما تبقاش ساقعه قوي يعني، ده هي دافيه شويه كده. اضربها وارجع لكم تاني. كده انا بصفيها بقى. بصي ما شاء الله لونها عامل ازاي، وبرضو تقيلة ولسه هتغلي وتطلع المية اللي فيها دي برضو. بسم الله. انا بقى ما برتاحش إلا لما اعمل الصلصة دي عندي في البيت، تبقى شهور وايام كتير او شهور كتير قوي، بتبقى القوطة فيها غالية. بصراحة هي بتنفع معايا جامد يعني، توفر معايا جامد. بعملها في اكياس وبجرجر فيها، ما يهمنيش بقى القوطة غالية مش غالية، بس بتوفر معايا يعني. وطبعا انضف من اللي بتيجي من بره كتير. ولونها ما شاء الله عامل ازاي. صفيتها زي ما احنا شايفين كلها اهي. هرفعها على النار بقى لغاية ما تطلع المية اللي فيها خالص كده، تتسبك بقى كمان وتطلع المية اللي فيها. وبعد كده هحطها في اكياس وارجع لكم تاني. بصوا لونها عامل ازاي ما شاء الله، شايفين لونها. طبعا ببنجر بره ما تعرفيش هم حاطين ايه يعني، متعرفيش حاطين لون بقى الوان صناعية ولا ايه بالظبط، لكن البنجر يعني حاجة صحية ومفيدة يعني. خدنا منه الطعم هو ملوش طعم خالص يعني، خدنا منه بس الفايدة منه واللون، ملوش لا ليه طعم ولا اي حاجة. والله اسهل من كده مفيش. طيب خلصت الصلصة بتاعتي، حطيتها في الاكياس ولونها في البطرمان اهو ما شاء الله عليها. متنسونيش تعملوا لايك والكومنت والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.